من هاجم قوات بيشمركة كردستان وحول عيد الكرد إلى مأتم ومأساة. عيد نوروز لعام 26 كان عيدا حقيقيا للكرد، لكن بعض الجهات الناقمة والحقودة لم تستطع تقبل ذلك، وسعت لتحويل هذا العيد إلى مأتم ومأساة. ففي 24 آذار استهدفت الدولة الإيرانية قوات بيشمركة كردستان، ما أسفر عن استشهاد 6 من مقاتلي البيشمركة وإصابة أكثر من 30 آخرين. وإننا ننحني إجلالا وإكبارا لأرواح كافة شهداء كردستان، فالبيشمركة التي ما فتئت تقاتل من أجل حماية الشعب الكردي على مدى قرن تعد رمزا للفخر والشرف والكرامة وصمام أمان لمستقبل شعبنا. لسنوات دأبت إيران على مهاجمة الكرد بذريعة التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل وقوى دولية أخرى، إذ تحاول استعراض قوتها في مواجهة الغرب من خلال قتل الكرد. غير أن الحقيقة الوحيدة هي أن من يصفون الكرد بأنهم حلفاء أمريكا كانوا هم أنفسهم أول حلفاء للولايات المتحدة في العراق. انظروا جيدا، الشخص الذي ترونه في صورة هو أبو مهدي المهندس، وهو يحلل الخطة الأمريكية لغزو العراق على قناة العالم الإيرانية عام 2003. آنذاك كان يعتبره قوات حليفة وصديقة. والرجل الظاهر في الصورة هو نور المالكي، زعيم الشيعة المتطرفين المتشددين في العراق. إلى جانبه يجلس رايان كروكر السفير الأمريكي لدى العراق آنذاك. في عام 2008 وقع اتفاقية صوفا، اتفاقية مركز القوات التي تمنح الولايات المتحدة الحق في تنفيذ عمليات داخل المجال الجوي العراقي، أي أن الولايات المتحدة وإيران وقادة الميليشيات الشيعية هم الذين جلبوا الحشد الشعبي إلى البلاد. والآن تبذل كل من إيران ووكلاء العراقيين أي الحشد الشعبي قصارى جهدهم للتفاوض سرا مع الولايات المتحدة الأمريكية. إنها لفرية ونفاق وخزي للذين يقبلون بأي شكل من أشكال العلاقات المفتوحة العلنية أو الخفية السرية أو غير المباشرة مع القوى الدولية خدمة لمصالحهم الشيعية الخاصة، في حين يعلنون الكرد لدى أعدائهم استنادا على اتهامات باطلة كالتعاون مع جهات خارجية. الكرد لم ينخرطوا في أي محاولات تخريبية أبدا سوى الدفاع عن أراضيهم وحمايتها. لا تقتصر مسؤولية استشهاد 6 من قوات بيشمركة كردستان على عاتق إيران فحسب، بل تتحملها أيضا ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية في العراق. فعندما تعرضت ميليشيا كتائب بابليون في نينوى للهجوم والاستهداف، صرح زعيم هذه الميليشيات ريان الكلداني: نحمل بارزاني المسؤولية وسنأخذ بثأرنا. لكن لم يرمي إقليم كردستان ولا قوات البيشمركة ولو حجرا تجاه الشيعة في العراق أو تجاه الدولة الإيرانية. هكذا تبرر ميليشيات الحشد الشعبي عداءها تجاه الكرد وكردستان، وهي تحاول استفزاز إقليم كردستان لاستدراجه وجره إلى أتون الحرب في محاولة يائسة منهم للقضاء على الكرد. ينبغي على الكرد المتحالفين مع الحشد الشعبي والمنخرطين في صفوفه توضيح موقفهم، وعلى رأسهم الاتحاد الوطني الكردستاني. فريان الكلداني وقيس الخزعلي الحليفان لبافل طالباني، واللذان يشركهما بافل أيضا في مؤتمر الاتحاد الوطني الكردستاني، قد أطلقا لغاية الآن ما يزيد عن 500 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان. فعلاقة بافل وتقارب المستمر مع هؤلاء الأشخاص تجعله شريكا لقتلة قوات بيشمركة كردستان. يمر الكرد بمرحلة حساسة، ورسالة الرئيس بارزاني للكردستانيين المحتفلين بمناسبة نوروز في بون الألمانية كانت بمثابة مانيفستو لتجاوز هذه المرحلة العصيبة والحرجة. في تلك الرسالة أكد الرئيس بارزاني أن الوحدة هي السبيل الوحيد الذي سينقذ الكرد، مصرحا بأن النصر دائما لشعبنا. الشهيد ريبر عبد الله، الشهيد زكري بيخشاشي، الشهيد رامين عادل، الشهيد شهاب بيخشاشي، الشهيد كيوان مظفر، الشهيد بشتوان ملا موسى هم شهداء درب النصر هذا. لم تهزم قوات بيشمركة كردستان على مدار قرن ولن تنهزم أبدا، وستظل ذكرهم حية إلى الأبد في الأيام الحرة من مستقبل الشعب الكردي، فالشهداء لا يموتون.